نيجي بعد كده للمدرسة البراجماتية. المدرسة دي قالت لك إنك ممكن يبقى عندك عقل صور العالم كله بكل الموجودات اللي فيه، لكن كل الصور دي ممكن ما تخليكش تسلك معين أو تؤدي بعمل أو فعل معين، وبالتالي فالشخص هيكون زي المراية، مجرد انعكاس للصور دون أي فعل. وبناء على كده قالت لك إن المعرفة عندنا مش مجرد تصوير للعالم الخارجي، إحنا المعرفة عندنا هي أداة للسلوك العملي، معنى إن الأفكار مجرد خطط بنستخدمها للقيام بعمل معين، وإن الفكرة اللي ما ينتجش عنها عمل هي ليست شيء على الإطلاق إلا وهم فاش صاحب، وبالتالي فصحة الفكرة تعتمد على نتائجها الإيجابية، والمعيار الوحيد للحقيقة هو ما يترتب عليها من ثمرات وآثار بس. فمثلا لو إحنا راكبين عربية وماشيين في طريق وقابلنا إشارة حمراء، فعند الواقعيين المعرفة هي ارتسام صورة اللون الأحمر في الذهن، لكن عند البراجماتيين مش هيعتبرها معرفة إلا إذا أدت بيك للسلوك نافع، زي إنك تقف أو تختار الطريق الصحي للسير. كمان البراجماتية هي نظرية تطورية، بمعنى إنها تنظر للمعرفة زيها زي أي وظيفة بيولوجية من وظائف جسم الإنسان. في ضمن نظرية التطور هدفها هي الحفاظ على بقاء استمرار الكائن الحي، والنظرية دي انتقاداتها